يا مساء الورد أو صباح الفل، أي وقت هتشوفوا فيه الفيديو ده لازم تجوعوا. روايح شم النسيم كده هلت حوالينا وبقت مالية الجو والمكان، يبقى لازم نعمل حاجة لشم النسيم. ما هو شم النسيم يعني شوية فسيخ ورنجة وشوية بسارية مخللة وبصل بقى وليمون ونديها في شم النسيم. النهاردة هعمل معاكم البسارية المخللة بطريقة سهلة جدا ومضمونة، هتطلع معاكم زبدة. هتجوعوا بعد الفيديو ده وهتلحقوا تعملوها. البسارية لسه موجودة في السوق، وهقول لكم كمان لو هتعملوا سردين مخلل او الفسيخ هتعملوه ازاي. هنتكلم على كل التفاصيل دي في الفيديو، بس تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا. هنبدأ طبعا ببطل الفيديو النهاردة وهو البسارية. ده عندي كيلو من البسارية. اهم حاجة البسارية بتاعتنا تكون صبحة فريش، تكون مش مهرية، حجمها كبير زي ما انتوا شايفين كده ونظيفة. بنجيب البسارية من عند السماك، بتغسلوها كويس جدا، بديها شطفة كده حلوة تحت الحنفية مرتين تلاتة، وبعد كده بحطها بالمصفى دي وتحتها حاجة تصفي المية والدم واي حاجة زيادة. كل شوية بفضل بقلب فيها كده اهو، مش بايديا، برفعها بالمصفى كده بقلبها وبمناديل، وبفضل انشف فيها. انا مش عايزة فيها اي نسبة مية خالص، عايزاها ناشفة، بس اديناها الشطفة دي تحت المية عشان نضمن انها نظيفة من تراب او من اي حاجة. بنسيبها نص ساعة على الوضع ده لحد ما نضمن انها اتنشفت كويس جدا. وتعالوا بقى نجهز الخلطة بتاعة التخليل او التمليح بتاعتنا. عندي المقدار الكيلو اللي هعمله معاكم، هحتاج 3 معالق من الملح، معلقة كبيرة مليانة من الشطة لو انتوا بتحبوها سبايسي، وعندي كمان معلقة كبيرة من البابريكا، وكمان عندي نص كوباية من الزيت. على الملح بتاعنا هنزل بالشطة والبابريكا وهقلبهم مع بعض كويس جدا. الزيت ده هيبقى اخر مرحلة، مش هنضيفه دلوقتي خالص. هقلبهم مع بعض بالشكل ده. ودي خلطة التمليح او خلطة التخليل اللي احنا هنعمل بيها البسارية بتاعتنا. هي نفس الخلطة، ممكن تزودوا عليها شوية من الكركم، هتكون للسردين او كمان للفسيخ. واحنا شغالين زي ما قلت لكم هقول لكم لو هتعملوا سردين او فسيخ هتعملوهم ازاي في البيت، وهتلحقوا تاكلوه كمان في ليلة العيد طبعا، في شم النسيم، او كمان في يوم العيد نفسه زي ما تحبوا. هنجيب برطمان بلاستيك او ازاز، هنحط فيه كيس بلاستيك بالشكل ده علشان نعرف نخرج بسهولة، وكمان نحافظ على البرطمان. ولو هتستخدموا علبة برضو تقدروا تحطوا فيها كيس كبير. في أرضية البرطمان ضفت رشة كده من الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وبضيف بعد كده طبقة من البسارية، وعليها طبقة من خلطة التمليح، وطبقة من البسارية، وهكذا. بعمل طبقة وطبقة وبنكرر نفس الخطوات لحد ما بنخلص البرطمان كله. كل شوية زي ما احنا شايفين بدي بس تقليبة بسيطة كده عشان أضمن إن الملح والخلطة تقلبوا كويس جدا. البرطمان ده أخد معايا بالظبط مقدار الكيلو بتاع البسارية. لو هتعملوا كمية أكبر أو كمية أقل يا ريت نستخدم حاجة على القد عشان ما يكونش في فراغ هوا كتير، ونستخدم كيس بلاستيك نظيف. وده اللي بيفرق عن الحاجة اللي بنعملها في البيت عن اللي بنشتريها. أنا عايزة أقول لكم اللي ده البسارية دي اللي أنا عملتها، في ناس ما كانتش بتاكلها أصلا، أكلتها عشان ضامنين النظافة بتاعتها وريحتها بجد اللي تجوع لوحدها. زي ما قلت لكم بتكرروا نفس الخطوات. طيب لو هتعملوا سردين، هنعمل السردين ازاي؟ بتجيبوا السردين برضو، بدي شطفة سريعة جدا وبنشفه كويس جدا بالمناديل، وبجيب برطمان بحط فيه شوية من الخلطة في الأرضية، وبوقف حبات السردين بالطول، الراس لتحت والديل لفوق، او ممكن تعملوا واحدة عكس وواحدة عكس. وبعد كده بتضيفوا بقى خلطة التمليح دي كلها عليه، وبتعملوا زي ما انا بعمل دلوقتي، وتقفلوه في الاخر مع شوية من الزيت، وتسيبوه برضو لحد اما يستوي. هنا انا ضفت خلاص، خلصت كل الكمية، وضفت شوية كده من الخلطة بتاعتنا على الوش، احنا كمان ما استخدمناش كلها. هضيف بعد كده نص كوباية الزيت على الوش، وكده البسارية بتاعتنا جاهزة انها تتشال عندي، انها تتخلى. بتقفلوا الكيس كويس جدا من فوق عشان نمنع اي هوا زيادة او اي حاجة، وبنقفله وبنقفل الغطاء البرطمان عليه. وفي المطبخ على الرخامة، لو الجو حر هتاخد معاكم 3 ايام بالظبط، لو الجو برد شوية هتاخد معاكم 5 ايام على الرخامة في المطبخ.
مش هتشموا لها اي ريحه نهائي، ريحتها مش هتظهر اصلا، ولا اي ريحه مش كويسه ولا اي ريحه مش مستحبه. وده المميز انكم حاجه عاملينها وضامنين نظافتها 100%. بعد 3 أو 5 أيام على حسب درجة حرارة الجو بتفتحوا عليها، بتلاقوها الملح كده وكل الخلطة عملت زي صوص كده معاها، اللي هو المش بتاعها زي ما بنقول عليه، واستوت وبقت زي الزبدة زي ما هشوفها معاكم دلوقتي، وهنفتح عليها مع بعض. وبعد طول انتظار، هو مش انتظار طويل قوي يعني، بس احنا بنبقى قاعدين كده على نار واحنا مستنيين عشان ناكلها. الفيديو ده انا صورته قبل رمضان، فكان الجو لسه مبرد، اخدت معايا 5 ايام لحد اما استوت. هنفتح عليها دلوقتي مع بعض. وزي ما قلت لكم البسارية لسه موجودة في السوق، وعندكم كمان السردين والسمك البوري، وهقول لكم برضو تعملوا الفسيخ ازاي في اخر الفيديو. الريحة يا جماعة مش قادرة اوصف لكم، خطيرة خطيرة خطيرة، تجوع، والنظافة والجمال بتاعها زبدة، بجد زبدة. غرفت منها شوية وغرقوها بقى عصير ليمون مع شوية بصل اخضر وليمون وفلفل حامي، وادوها بقى، صدقوني هتاكلوا البرطمان كله. كمان لو انتوا مش هتاكلوا الكمية كلها وزاد عندكم حبة عايزين تحتفظوا بيهم، تقدروا في شنطة، في كيس بلاستيك نظيف، تربطوهم كويس جدا وفي علبة وتحتفظوا بيهم في الفريزر، تخرجوهم وقت ما مزاجكم يهفكم كده على أكلة بسارية آخر الليل بمزاج. هقول لكم بقى، لو عايزين تعملوا الفسيخ هنجيب السمك البوري، هنشفه كويس جدا جدا بالمناديل، وبعد كده هتفتحوا هتجيبوا علبة بلاستيك او كيس بلاستيك، تحطوا فيها جزء من الخلطة زي ما احنا عملناها، وتحشوا الخياشيم بتاعة السمك البوري بالخلطة كويس جدا، وتغرقوه كمان من بره بالخلطة، وتلفوه بقى في اكتر من كيس كويس جدا، وتحطوهم في علبة، وتفضلوا تقلبوا العلبة دي كل شوية. هياخد معاكم اسبوع، لو الجو حر بالكتير جدا 10 ايام، وهيكون جاهز تقدروا تلحقوا تعملوه لحد شم النسيم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي.